ناس كتير طلبت مني اعمل فيديو عن الثانويه العامه، يلا بينا. امتحانات الثانويه العامه فاضل عليها حوالي 20 يوم او جايز اقل. انا هنا مش جاي اكلمك كلام تنميه بشريه واقول لك بقى ان عمرو حبق اذاكر ليله الامتحان وجاب 99.9 ودخل طب المريخ، بس خليني اقول لك حبه نصايح ربما يعني هتفيدك. ده احنا كنا هنضيع يا جدع. يومك 24 ساعه، لازم تنام فيهم حوالي 7 أو 8 ساعات، وحاول تثبت الساعات دي عشان جسمك ياخد عليها. لو نمت عدد ساعات قليله جدا المعلومه اصلا هتاخد مجهود كبير قوي عشان تدخل دماغك، ولو اكتر هتبقى مكسل جدا جدا. واول ما تصحى من النوم بلاش تفتح موبايل، عشان انت كده يعني بص هتنام جوه السوشيال ميديا. 2 hours later. يلا نبدأ بقى. وده ينقلنا لنقطة مهمة جدا، حاول يعني انك تخلي استخدامك للسوشيال ميديا في اليوم في حدود ساعة كده مثلا. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. يعني ممكن تاخد الساعة دي مثلا بريك ما بين المذاكرة. وبالنسبة للساعات بتاعة المذاكرة فانت بقى يعني رتبها انت، او ممكن تذاكر بتقنية البومودورو او الطماطماية، وهي انك بتذاكر 45 دقيقة وتريح 15 دقيقة، او بتذاكر 25 دقيقة وتريح 5 دقايق، او انك مثلا تذاكر شابتر معين من مادة كذا بعد كده تريح ساعة بعد كده تبدأ في المادة اللي بعدها. بص نشوف اللي يريحك، بس على اي حال حاول تزود يعني عدد ساعات المذاكرة سيكا، وثبت برضو الميعاد بتاع المذاكرة ده عشان مخك ياخد ان خلاص هو ده الوقت بتاع المذاكرة، فيبدأ بعد كده اول ما الوقت ده يجي يقوم مركز على طول. من الاخر يعني اخلق روتين ثابت وامشي عليه، واول ما تسمع الاذان لاي فرض قوم صلي على طول. يعني اكيد ده ربنا هو اللي هيوفقك، اصلا هتسيبه وهو بيناديلك. خلي نيتك دايما في المذاكره خالصه لربنا، بلاش بقى نيه مثلا انا عايز اجيب مجموع عالي عشان اللي هو اعلي بقى على الناس كلها وماما تتفشخر بيا قدام طنط سعاد مثلا. وحاول تذاكر المواد بالتوازي، يعني مثلا ما انا في دفعتي كان في ناس مثلا جت اهتمت بالفيزياء جدا وجابت في الفيزياء 60 من 60، بس جت مثلا على مواد تانية ونقصت فيها بال10 درجات. يا وجع مربرب. وابعد الموبايل عنك جدا طول ما انت بتذاكر، ولو حسيت بملل بقى وانت بتذاكر حاول تزوم اوت عن تاسك ان انت مثلا هتخلص درس مثلا فلاني او الشابتر الفلاني لتاسك ان انت عايز تنجح، عشان مثلا عايز تجيب مجموع كذا عشان تدخل كلية كذا، فاهمني؟ واخيرا حاول ما توترش نفسك. الوضع جديد والنظام جديد ومحدش عارف الامتحانات هتيجي عامله ازاي وكل حاجه، بس موضوع الناس كلها مش عليك لوحدك. واعرف يعني ان هم كده كده اكيد مش هيجيبوا لك امتحان من كوكب تاني، ومجرد ما تطلع من الامتحان انساه خالص وما ترجعش مع اي حد، توكل على الله بقى في الامتحان اللي بعده. عشان بجد انا يعني في واحد صاحبي كان حكالي ان هو كان طالع من امتحان العربي، وبعد كده بعد ما طلع افتكر ان هو نسى التعبير. ايه ده؟ يا لهوي، ده التعبير مش عارف كام درجه. اللي هو خلاص يعني هو كده خلاص ما عادش هيلحق الكليه اللي هو عايزها، وكان عايز يدخل كليه هندسه، فكده خلاص هو بقى وقعد بقى في الاوضه وخلاص ومش هذاكر ومش هكمل امتحانات ومش عارف ايه. بقى الضغط من اهله ومن اصحابه وبتاع، كمل امتحانات وجاب المجموع اللي دخله الكليه اللي هو عايزها في الاخر برضه. فخليك متفائل كده وخليك واثق دايما في ربنا وفي نفسك. المهم مش في انت بدات امتى خالص، المهم ان انت بدات. وما تنساش دايما انك لازم تضحي عشان تلاقي. وبالتوفيق ان شاء الله. والانستجرام بتاعي هتلاقيه موجود تحت او فوق على حسب انت بتتفرج فين لو عايز تستفسر عن اي حاجه. وما تنساش تعمل منشن لصاحبك اللي في ثانويه عامه لو شايف ان هو هيستفيد من الفيديو ده. وما تنساش برضه تعمل لنا كمان فولو ولايك. واخر حاجه كيب جوينج يا صديقي. سلام. كات.